هي دودو تصحى حاجة؟ ايه يا روح قلبي دودو. انت ايه؟ انا امشي بقى واكلمك اول ما اوصل. يعني هتكلميني؟ هتتأخري؟ لا مش هتأخر، يعني هاجي على طول ما تقلقيش. خلاص ماشي، خلي بالك على نفسك. هتوصل حاجة؟ وانت جايه كده هاتلنا شويه لب وسوداني كده عينيا حاضر ماشي. ماشي يا روح قلبي. ايه يا حبيبي؟ بقول لك يا حبيبتي، كان في فلوس انا كنت سايبها جوه على السرير، هي كانت فين؟ انا كده ما اعرفش حاجه، اختك هي اللي طب أنا كانت همشي عندك جوه. استني بس، اختك اللي كانت جوه. هو مش سايب فلوس على انا السرير؟ انا دخلت الاوضه اخدت بس المشط وطلعت، ما شفتش فلوس. ايوه ماشي، طب ما انت بتقولي كان في فلوس جوه وانا ما شفتهاش. هو انا سايبها على سريرنا مش في حته. ايوه ماشي، ما فيش حد غريب دخل البيت غير اختك. يعني ايه يعني يا دادي انت بتقولي ده؟ يعني انت المفروض اللي انت تشوفها كده في شنطه اختك. شنطه اختك؟ ايوه. ايه ده يا دالي؟ هاتي اختي كمان، هاتي شنطتك كمان. هاتي شنطتك. شنطتي ازاي يعني؟ هاتي شنطتك. انت مصدق؟ هاتي شنطتك. انت ازاي مصدق كلامها؟ لا ما هو لازم برضه اللي هو يفتشك، ما هو ما فيش حد دخل البيت غيرك انت، يبقى الفلوس راحت فين يا ست ملك؟ يعني راحت فين؟ يعني انت لازم تفتشها، وانت مش هتمشي من هنا لما تطلعي الفلوس بصراحه. طب هاتي شنطتك كمان بعد انت شايف كده؟ بعد اذنك يا شنطتك. طب لو اديتك الشنطه وما لقيتش فيها حاجه؟ هجيب لك حق. اتفضل، الشنطه ما فيهاش حاجه اصلا. شنطتها ما فيهاش حاجه. ايه ده؟ امال الفلوس ان شاء الله راحت شوف بقى فين؟ شنطه مراتك قدامك اهي. وشوف شنطتي ليه يا حبيبتي؟ هو شنطتك هسرق مش جوزي ولا حاجه؟ مش فتش شنطه اخته، يفتش شنطته. كده لو سمحت. هي دي شنطتك؟ مراته. الله. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني الفلوس معاك انت؟ معايا انا ما بس ما تتكلمش، انا مشاهده الموقف كله من اوله لاخره، تمام؟ وسامعاكي وانت بتكلمي صاحبتك، انت مش طايقانه في البيت وعماله تحرجمي وتدوري على اي نصيبه عشان ابني يمشينا من البيت، صح؟ ليه؟ عملنا لك ايه واذيناكي في ايه؟ ده انت بتيجي بيتنا بنشيلك فوق راسنا، فانا مش فاهمه انت بتعملي ايه، ودقك ملك ليه بالذات؟ ما عملتهاش معايا ليه؟ ما شنطتي قدامك وذهبي قدامك، ها؟ ما انا كنت ممكن انا اللي اقول ان انت سرقتي ده، برغم ان انت كنت بتخططي لسرقه ذهبي، تمام؟ انا ابني لو خلاكي على ذمته انا مش هعرف ابني، ومش داخلين له بيت تاني. ليه؟ عاوزه تخربي البيت؟ هتبقي مرضيه يعني كده؟ وانت لما كنتي عايزه تتهمي اخته بالسرقه كان هيبقى ايه؟ كان ايه النهيه بتاعت ابني مع اخته؟ قال كان هيقطع اخته وهيطلعها حراميه. عارفين كمان. هو انت بتكلمي امي ليه كده اصلا؟ هو يعني اول حاجه انت تتكلمي معايا بقى دلوقتي. انت دلوقتي بتوقعيني مع اختي، وجايه دلوقتي بتغلطي في امي. شويه هليكي بتغلطي في بابايا بقى اللي قاعد مستنينا هناك ده. ف على راي امي والله. بص انت طالب، شايفه الباب بقى الحلو اللي هناك ده؟ يلا بس خدي بس ايه عشان بقى نطلع. عملناكي كلنا بقلب طيب، وبصي بما يرضي الله، ده اخويا اللي انا عارفاه. وانتي قسما بالله انت اللي ما بصي، مش عارفه، انا مش عارفه اقول لك ايه. طب بصي هقول لك على حاجه، بصي لا تقولي لي تقولي ولا اعتبريني تعملي. أنا زي اللي بنتك. حصل بقى. وحلي الموضوع. هسألك سؤال واحد، هسألك سؤال واحد وكلميني هنا. انا لما ابني كان يتاكد ان اخته اللي سارقه كان هيبقى شكلنا ايه؟ برغم ان انا مربيهم اصلا على انهم ما يشوفوش قرش حرام ويقبلوه. طب حقك ده عليا. انت لو كنت دي عامله غلطة. عمل يا وليه ما كانش ايه ده انت كنت أحمد. ماشياه ولا شايفنا. عليه. ده تربيتي فعلا، انا عرفت اربي، عارفه لو كان عمل غير كده انا اللي كنت هتبرى منه، وانا مش هقول له بقى هو اللي يطردك. تعالي يا حبيبتي، الباب اللي انت جيتي منه يلا بره بره غوري. وانا اسف ان انا ما تزعليش مني. مش دي اللي قعدت تقول لي بحبها يا ماما وبنت ناس يا ماما ومتربيه يا ماما؟ شفت مش طايقانا يومين عندك، وانا مراقباها اصلا وبدون قصد، اصلا انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجه الا احسها عالي قد كده ومفكرانا ان احنا ما بنسمعهاش ولا بنشوفها. احمد اختيار صح بالله عليك، ياما قلت لك اختار صح وانت اللي ماشي بدماغك، وهو دماغك وصلتنا اهو، كنت ممكن تخسرنا في لحظه بسببها. حصل خير وحقك عليا وانا هشوف صرفه معاها ان شاء الله. خلاص هي دي خلصت، سيبها تتربى عند اهلها.
لان كده مش هينفع. خير ان شاء الله. روحي مشوارك يلا يا ملك، وانت ما تزعلش نفسك، وانا هشوف حل مع اهلها. يلا تعالى.